متابعين الغاليين حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دايما حبايب قلبي. شايفين الجبنة الموتزاريلا دي جبنة حلوة جميلة. ايه انا عملتها من شوية الجبنة. القريش دي كانوا مركونين في التلاجة كده وهيبتدوا يصفروا. ارميها؟ لا طبعا. امال فين هدف قناة التدبير والتوفير واعادة التدوير؟ طبعا احنا هنعمل لها اعادة تدوير ونعملها ايه، نعملها جبنة موتزاريلا. بس قبل ما اعملها يقول لكم عملتها ازاي والمقادير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. تعالوا حبايب قلبي اقول لكم انا عملتها ازاي. كان عندي كده دول خرطتين جبنه قريش، فكانوا في التلاجة كده هيبتدوا ايه يصفروا، محدش راضي ياكلهم. قلت بدل ما ارميهم، حرام، انا حرام نرمي اكل في الزباله، انا هعملهم ايه حاجه تانية استفاد بيها. فقلت اعملهم الجبنه الموتزاريلا الغاليه اللي بالشيء الفلاني، وهتعمل لي برضو حته حلوه كده، مش يعني مش هتخسر، هتفيدني بدل ما ارميها. كده بقى رحت جبت طاسة وحطيتها كده على النار، نزلت فيها الجبنة القريش دي اولا مغسولة، حلوة وحلو كويس قوي يعني، ومتصفية كويس برضو من ميتها. ولازم تكون متصفية من المية، لان احنا لما هنحطها على النار زي ما انتم ملاحظين كده هتبتدي تجيب مية برضو رغم ان هي متصفية كويس. يعني انا كنت حطاها في مصفى يعني عيونها ضيقه كده عشان تنزل اكبر كميه ميه، وكنت امسكها. فطبعا انت تمسكيها تلاقيها ناشفه ما فيهاش ميه، ولكن هي لسه برضو منديه وفيها ايه بعض الميه. زي ما انتم شايفين كده هي ابتدت ايه تجيب ميه حاجه بسيطه. انا هحط لها مكون تاني هيخليها تجيب بقيه من الميه اللي فيها، وهيخليها تشتغل معانا كده وتفور وتبقى حلوه. ايه هو المكون ده؟ بصوا عايزه اوريكم الاول حبايب قلبي. بصوا ابتدت ان هي ايه تسيح كده، وابتدت ان تديني يعني بعض الميه كده. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. انا هنا بوريكم اهوت جايبه ميه رغم ان انا كنت مصفياها كويس. هجيب دلوقتي بقى ايه معلقه دي ربع كوبايه، ربع معلقه كربوناتو. عارفه معلقه الشاي بتاخدي على طرفها كده، اقل كمان من ربع المعلقه. هو طبعا حسب الكميه اللي عندك. انا عامله خرطتين جبنه يعني حوالي ربع كيلو، فخدوا ربع معلقه شاي كربوناتو. افرضي ان انت عامله نص كيلو تخليها نص معلقه كربوناتو. عامله كيلو خليها معلقه كربوناتو برضو ممسوحه. يعني انت كل ما بتضاعفي الكميه بتضاعفي كمان الاضافات اللي بتتحط معاها. شايفين بقى اول ما نزلت ربع معلقه الكربوناتو ابتدت تفور وساحت كده، وابتدت ايه تجيب بقى الميه اللي فيها اكتر، وابتدت تعمل فوران زي ما انتم شايفين كده. كده بقى طالما فارت كده هتبتدي تدخل في عمليه السوى. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لو لسه معايا حبايب قلبي لحد دلوقتي فضلا وليس امرا حبيبات الامارات، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك، متابعين الجداد، و يعني ما تنسوش تعليقاتكم الحلوه. بحس ان احنا كده اخوات بنتكلم مع بعض، بناخد وندي مع بعض في تعليقاتكم الحلوه. ف تعليقاتكم بتدعمني والله، حتى لو سلبيه انا بقبلها. على الاقل انا بصلح من نفسي، لما بتقولوا تعليق سلبي بشوف ايه الغلط واصلحه، مش عيب. كده بقى حبيب قلبي بصوا ابتدت ايه، شايفين ابتدت تمط بقى ودخلت خلاص في السوا. شايفين المطه الجميله؟ ما خدتش 3 4 دقايق على النار، وانا موطيه. على فكره النار بتبقى متوطيه زي الشمعه، متعليش النار عليها، وطي عليها زي الشمعة كده، كأنك أقل كمان ما بتعملي ما بتوطي على الرز. بصوا بقى حبايبي، تفضلي تجيبي من هنا وهنا وتشدي كده، ترفعي الجبنة لفوق تديك المطة الجميلة الحلوة دي. بصوا كده خلاص بقى استوت. طالما عملت المطة دي، هي دقيقة دقيقتين بالكتير حسب الكمية اللي عندك على النار، وتروحي جاية بقى ايه جايبه الطبق ومفضياها من الطاسه. خلاص كده شكرا، الطاسه كده خلص يعني مسؤوليتها بقى خلصت كده. بصوا حطيتها في الطبق لما بردت وابتدت لمتها على بعضها كده. بصوا بتمط ازاي، شايفين المطه اهي
حلوة، وانا هبشرها قدامكم دلوقتي. تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها وتعمليها زي كورة كده وتحطيها في الفريزر، وقت ما تعوزي حشوات لأي حاجة عايزة تستخدمي فيها جبنة موتزاريلا بالذات، اي حشوات عايزة تستخدمي فيها جبنة موتزاريلا اسحبيها من الفريزر، فكيها شوية من التلج وابتدي بشوريها واعملي منها احلى جبنة. وبتمطوا، او انتوا شفتوا بنفسكم المطة بتاعتها عاملة ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك، متابعين الجداد في القناة. زي ما انتوا شايفين حبايبي اهو منها ايه فكه، يعني مش كده مش مجمده، انا بس لميتها يا دوبك وهي طريه وبفركها كده. طبعا هي لو مجمده شويه في الفريزر كنت هتعرفي يعني هتبقى اسهل واسرع في البشر. فانت هتعمليها وتحطها في الفريزر في كيس، ولما تعوزي تطلعيها تسيبيها تفك شويه بس تبقى برضو لسه مجمده، عشان تعرفي تبشريها وتديكي نتيجه حلوه كده مفلفله كده وانت بشراها. بصوا حبايبي انا بوريكم اهو، بص عملت لي حبه اهو، حوالي دول كده حوالي 200 جرام موتزاريلا، شايفين؟ من ربع كيلو جبنه، طبعا خرج منها بقى الميه اللي اتبخرت، فكده ربع كيلو الجبنه ما يديني حوالي 200 جرام موتزاريلا. حلوه قوي. اعملوا وجربي في حته جبنه واحده. لو انت اول مره تعمليها جربي في حته جبنه واحده بس. واعملي بالطريقه ديت ان شاء الله تبقى حلوه معاكي وتديك النتيجه كويسه. ضعفي المقدار، جربوا وقولوا لي رايكم. مع السلامه.